طلعت عشان اصور لكم الفيو من برا. شوفوا شوفوا بالله، مو يجنن بالله. مو المفروض ان هذا البيت قد ما البيت جميل ما شاء الله. اول ما دخلت كذا حسيت انشرح صدري كذا، عرفت اللي ابي اشرح داخل، بس المشكله قاعدين يسولفون باشياء يعني سيكرت، فما اقدر اني اصور. ودي اوريكم شلون حاطين مرايه مقابل الشباك، فصاير الفيو بجهتين، يعني الفيو كذا عاكس، عرفتوا؟ شيء جميل. خلاص قررت بيتي لازم اسوي كذا مراية، بس وين احطها؟ المشكلة المطبخ قدام القزاز. يا لا، أنا مرة عجبتني الفكرة ان المراية قدام الشباك ومطلعة. شوفوا هذه المراية وهذا الفيو، شايفين كيف طالع؟ شايفين انعكاس شلون؟ اوكي ثانك يو. رجعت البيت، شلت العدسات لانه خلاص عيوني قالت لي تكفين ارحميني. والله الإضاءة حلوة هنا، المفروض إني أسولف معكم كذا، تخيل تعذيب هذا. زبدة رجعت البيت وقعدت أراجع نفسي، أقول يا ربي أغير، أكلمهم أقول لهم خلاص غيروا، بدل الأبواب تكون بيضة تكون مرايا، يعني شكله بيصير كذا. أنا أوريدي قايلت لهم ما عليكم هنا مصفطة الأشياء لأنه ما في مكان أحطهم، فصفطتهم. قلت لهم يسوون هذا اللي يكون مقابل القزاز، أوريدي قلت لهم مرايا، بس هذا اللي مقابل الباب والله المكان حوسه، بس عادي يعني بعدين تشوفونه لما يكون مرتب ان شاء الله. الزبده هذا قلت لهم ابيض، شكله هذه الجهه كلها بغيرها بدل الابيض واخليها مرايا، ولما اجي اصور فيديو احط ستار ولا باك جراوند ولا اي شيء. انا طبعا مع المرايا دايم يعني، بس انه كان مخي كله بتصوير الفيديو، بس لما شفت اليوم المساحه صارت دبل مع انه المساحه كانت مره صغيره، فانا احتاجها هنا. انا قاعد اصور لكم الحوسه وكذا وانه قبل وكذا عشان لما تشوفون بعد تحسون الفرق الكبير، عرفتوا؟ بس لما صورت لكم بتشوفون عادي ما في فرق، انه وش دولي. يا اخي مره والله اشتقت اسولف معكم، نفتح مواضيع مدري ايش. اوف متى تجي الغرفه والكنب وكل شيء؟ متى؟ والله اخاف لما تجي ويكتمل البيت كامل خلاص انقل اغير البيت. واضح ان الموضوع مطول مره صراحه، يعني مو معقول الواحد عشان يفصل شغله ياخذ من 8 إلى 10 أسابيع. ليش هالكثر يعني؟ وش تسوون؟ تخترعون الذرة؟ ترى ايش، واحدة تقول خليه شفاف احسن. لا حبيبتي، خليه شفاف معناته رتبي الدولاب كل دقيقتين، انا مو فاضي يعني كذا اقفل الباب خلاص ما حد. عاد مين يسوي مثلي لما يجي احد يجي بيتهم بسرعة ولا يدخل غرفتك بسرعة فتقومين تكومينهم كرات كذا تحذفين وتسكرين الدولاب؟ والله الغرفة مرتبة. عادي تعالي بعدين افتحي الباب، اول ما تفتحين الملابس تطيح على وجهك. مرة عادي. تقول يا زين ايكيا عندنا اسبوعين كل شيء جاهز ومرتب. انا مو ماخذه من ايكيا لانه ايكيا صراحه بيت القديم كان كله من ايكيا وكله ستاندر، يعني ما تحسين انه، فحبيت هالمره اغير صراحه لانه بيت القديم كان كله ايكيا، فحبيت اغير احط شيء يعني افخم شوي، عرفت؟ يا اخي استغرب من الناس اللي الحين يقولون وش صار على جامعتك وش صار. انا قبل يومين وش كنت اسولف فيه، وش كنت اقول؟ ليش تخلوني اعيد الكلام كثير؟ ما سجلت هالسمستر لانه ما مداني، لاني نقلت من ولايه لولايه، ان شاء الله بدور جامعات هنا واسجل بالسمستر الجاي. خلص الموضوع. الزبده ايش اخباركم بعد؟ شو مسويين؟ كيف الدنيا معكم؟ ايش في جديد صاير من وراي؟ يعني اعطوني اخبار. اول شيء جاني النشره الجويه. غبار وعج وخذينا اجازه، بس هذه حياتكم، يا يكون مطر خذيتوا اجازه يا يكون عج خذيتوا اجازه. والله صراحة أطلق شيء بالسعودية الإجازات، مطر إجازة، يوم وطني إجازة، مدري إيش، الحياة كلها إجازة. أطلق شيء صراحة. لما كان يجي مطر أقول يا رب يغرقون عشان ناخذ إجازة يا رب. استغفر الله، مصائب قوم عند قوم فوائد، كنا الناس تغرق وسياراتها تخرب وأهل ندعي إنه يجي إجازة. لكيتي من Forever 21 للي يسألون، لازم أقول يسألون يا أخي ما أقدر. يا أخي خلينا نسولف، وش نسولف عنه؟ اعطوني سالفة بس لا تقولون لي حب وما حب، خلينا مواضيع الحب يا اخي، كل الناس تتكلم عن الحب، خلينا نغير نتكلم عن اشياء ثانية. اللي يقولون احكي عن تجربتك بامريكا ودراستك وكذا، اذا صار معك معاناة وما معاناة، صراحة لا الحمد لله ما يعني، احس انه كل الاشياء اللي قاعدة اواجهها اشياء الحمد لله يعني مو خارج عن نطاق المألوف، يعني الاشياء الطبيعية اللي اي انسان ينقل مثلا يتعب بالنقل، اي انسان. الدراسة نفس الشيء طبيعي، يعني لو دخلتي جامعة سهلة ولا دخلتي جامعة صعبة ولا اللي هو، بالنهاية في دراسة وفي كرف وفي يعني ما في شيء بيتغير إن كان
ما واجهت للحين والحمد لله ما شاء الله بحياتي ما واجه أي تعرض، يعني إنه أحد يتعرض لي أو شيء، إنه لا سمح الله من الأشياء اللي تصير والقصص. يعني بالعربي عايشة حياة طبيعية، يعني إنه مو شيء إنه صعب. وأنا أشوف بالعكس يعني وجودي بأمريكا ودراستي بأمريكا علمتني أشياء كثير لو كنت ممكن لو كنت بالسعودية كنت ما تعلمتها. مثال إني أعتمد على نفسي، إني أسوي كل شيء بنفسي، ما أعتمد على بابا ولا ماما ولا أحد يقوم يسوي لي ولا أحد يقوم وهالشيء كويس، لأن البنت اللي اعتمدت على نفسها وعرفت كيف تمشي حياتها وتدبر أمورها بالنهاية بكرة بتتزوج وراح تكون مع زوجها وبتضطر إنها تمشي أمورها بنفسها. وكثير في بنات بحياتهم كلها معتمدين على أهلهم، ولا جاوا يتزوجوا اختبصت الحياة عندهم، عرفتوا؟ فحتى لو أنت لازلتي في بيت أهلك تعرفي. بس تدرون إيش اللي فاقدته هنا صدق؟ دكاترة العناية بالبشرة. ليه يا أخي ليه هنا ما تعال يقولون شوشتك تشبه شوشة أينشتاين. أينشتاين وجهك وش لا. أطق. واحد يقول لي شطحت بالموضوع بس أبي أرد على سؤاله. يقول لي إنه إيش رايك بالرجال المتعافي اللي صحته كويسة الحمد لله ويتزوج واحدة متعافية من مرض السرطان، الله يكفيكم الشر. ما أدري، أنا أشوف الموضوع عادي، يعني ما أشوف إنه فيها عيب. إنسانة جاها مرض الله يكفيكم الشر وتشافت ربي عافاها، يعني خلاص توقف حياتها، لا عادي تتزوج وتعيش حياتها. جاني سؤال كيف تعلمتي سواقة. صراحة كان بالنسبة لي بالبداية يعني كنت متخوفة من الموضوع إنه شلون أسوق بين سيارات، يعني ممكن أدخل بأي سيارة. وقبل ما أتعلم سواقة كنت أقول نو واي أسوق بهاي واي، يعني إنه أوكي شوارع عادية إشارات ماشية بين إشارة وإشارة أوقف أمشي 30 40 أوكي، بس أمشي 60 مستحيل. فمدربة السواقة قلت لها انه انا مستحيل اركب هاي واي، تبين تعلميني علميني بالشوارع العادية يعني باركينج مدري ايه زي كذا. فايش سويت؟ تدربت اول شيء يوم تدربت صاحبتي كانت تعلمني، كانت هنا قبلي بامريكا فعلمتني كيف اسوق امسك سيارة. بعدها يوم اختبرت اختبار السواقة كان وقتها وقت تدريب، يعني كنت خلاص اعرف اتحكم بالسيارة بس مو بروفيشنال يعني او ماي جاد، لا يعني كنت عارف. المهم وانا اسوق عادي بالحارة قالت لي انه امشي كذا شوي يعني بين السيارات، قلت اوكي عشان اتدرب اني امشي بين السيارات شوي. قالت لي ادخلي هاي واي. قلت نو يعني مستحيل لا ما ادخل هاي واي. قالت لي تدخلين. فالحركة اللي سويتها هذه كسرت حاجز الخوف اللي فيني اني فبس والله وخذيت الرخصة وصرت امتر الهاي واي عادي يعني الحمد لله يعني من غير شر. فبس مو صعبة هي، بس انه يبغى لها شوي تدري. طبعا انا قاعدة افتح محادثات واشوف السواليف واتكلم عنها. واحد يقول انه انا بتزوج واحدة تشتغل بمستشفى، ما ادري اذا هي دكتورة ولا ممرضة، بس انه شايل هم انه احد يتعرض لها او يتحرش فيها على السوالف اللي يسمعونها إنه بين الناس وكذا. انا بقول كلمتين وبختصر الموضوع كامل. البنت المحترمة تعرف تفرض احترامها بكل مكان وين ما كانت، ان كانت في مستشفى ان كانت بالسوق ان كانت باي مكان. والبنت المو محترمة فبالعربي إذا أنت كنت تعرف أخلاق البنت فمرة ما يفرق إذا كانت تشتغل بمستشفى ولا تشتغل بمكان مختلط ولا غيره، بالنهاية هي تعرف تفرض احترامها قدام أي شخص. الموضوع يعتمد على الأخلاق على التصرفات، عرفتوا؟ لأنه في بنات بأماكن مو مختلطة يشتغلون، في بنات ما يطلعون من بيتهم حتى ممكن يسوون أشياء البنت اللي تشتغل مكان مختلط ما تسوي هالحركات. فاللي بقوله انه لا تسمعون كل شيء وتصدقونه، يعني عادي اقدر انا اقعد اطلع اشاعات عن اي احد اي وظيفة اي عائلة اي شيء في الحياة وانا قاعدة في بيتي، والغبي هو اللي بيصدق. فانت لا تمشي ورا الكلام اللي تسمعه بين الناس. فلنفترض انه القصص اللي قاعد تسمعها واقعية وصارت وكذا، مو معناته انه بتصير مع زوجتك المستقبلية، يعني عادي احداث تصير في الحياة. قليل اتكلم عن اهلي خط احمر، حياتي وشهرتي كوم، واهلي بكوم ثاني. مو شرط انه انا ادخل مجال لازم ادخل كل الناس، يعني اوكي اسولف عن ذكريات عن اشياء صارت عن سواليف ماما سوتها عن ماما تحب ماما بابا ما ادري ايش، سواليف عادي، بس اني ادخلكم كل التفاصيل لا. يعني اصلا اكبر غلط في الحياة اللي تختار مجال وتدخل كل العائلة وكل الناس بهالمجال. طيب في ناس يمكن ما تبغى، يمكن مرة بسيطة اني اكلمهم فيديو وانتم تكونون معي وتشوفون اهلي وما ادري ايش وصوت،
بس بالنهاية أنا أحترم رغبتهم، أحترم رغبة اللي حولي. أنا مو إجباري. صحباتي اللي صوتهم ما يبونه يطلع، ولا صورهم، ولا أي إني أصورهم فيديو ما يبون، أحترم رغبتهم. هذا هو اللي يحترم رغبة اللي حوله، مو غصب. فبس أتمنى الناس تحترم هالشي. يعني أنا لو كنت إنسانة أنانية وأفكر بنفسي بس، كان أقلها مسكت الجوال ودقيت فيديو، مكالمة فيديو، شفتوا أهلي، سمعت صوتهم، وبهالمكالمة بس أكون نكرت كل الإشاعات اللي قاعدة تطلع إنه مدري وش ومدري إيش وكلام فاضي كله. بس أنا ستيل أفكر بأهلي قبل ما أفكر بنفسي. والضغط على زر اشتراك وزر الجرس المجاور لزر الاشتراك من أجل التوصل بالجديد فور رفعه.